كلنا شفنا قلباي وعرفنا السر اللي كان مخبيه، وهو إنه من نسل قبيلة ألقاي، وهو حفيد سنغورتكين عم السيد عثمان. بس لحد دلوقتي ما عرفناش ليه قلباي مخبي السر ده، وإمتى الوقت المناسب اللي هيقول فيه للسيد عثمان. لو رجعنا لورا شوية هنلاقي آخر ظهور لسنغورتكين كان جاسوس للدولة السلجوقية في الأراضي البيزنطية، وقبلها كان جاسوس عند التتار. نفس الشيء إن قلباي مكلف من جهة ما لأداء مهام معينة، ومش هيعلن حقيقته إلا بعد ما ينجز المهام دي. فهناك احتمال يا أصدقائي إن الجهة دي تكون ذوي اللحى البيضاء، وكان دوره حماية الأمير عمر وتتبع القائد لوكاس والقضاء عليه. وبرضه احتمال آخر يا أصدقائي، وهو إن قلباي مكلف من الخليفة، ولما أرسل الأمير عمر علشان يسترد الأمانات المقدسة أرسل معاه قلباي لحماية الأمير عمر، خصوصا إنه قدر ينقذ الأمير عمر ويمنع لوكاس من القضاء عليه. وهيستكمل قلباي مهمته في القضاء على لوكاس بالتعاون مع السيد عثمان. وفي احتمال آخر يا أصدقائي، وهو إن قلباي فضل يعمل في الخفاء ويثبت إنه محارب شجاع وأهل للقيادة بدون توصية من السيد عثمان. الحلقات الجاية هتكشف دور قلباي إيه وإيه اللي مستنيه علشان يكشف حقيقته للسيد عثمان. تابعونا.